السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه، التطبيق ده فايدته ايه، التطبيق ده بيشتغل ازاي، التطبيق ده حقيقي، التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدوروا عليها ومش قادرين توصلوا له، عارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق. كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال فيديو شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد ان احنا نحمل التطبيق ونشتغل عليه لاكتر من عدة ايام. عشان كده بدعوكم ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في عضوية مميزة. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه H4X ماكرو جيم بوستر برو. التطبيق ده مساحته 7 ميجا و7 ميجا و5 من 10. حمله اكتر من 100 الف شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بتحسين الالعاب. يعني ايه؟ يعني لو انت معاك موبايل بتلعب عليه العاب، الالعاب اللي عندك دي بتخلي الموبايل مثلا يهنج، او تخلي الالعاب الموبايل بيهنج مثلا من الالعاب، او الالعاب وانت بتشتغل عليها او تلعب عليها بتلاقيها تقيله، بتلاقيها مش كويسه، بتلاقيها بتفصل، بتلاقيها بتعمل مشاكل يعني معاك، او مش قادر تلعبها بطريقه كويسه. فانت بتحمل التطبيق ده. التطبيق ده بيقدر يحسن لك من اللعبه، بيخلي لك الجهاز بتاعك سريع وسلس، ما فيهوش برامج مفتوحه، بيحسن لك سرعه الالعاب بحيث ان انت ما يحصلش معاك تهنيج او تقطيع، او اللعبه تخرج، او تحتاج كل شويه ان انت تقفل الموبايل وتفتحه، او اي حاجه من المشاكل اللي بتواجه الالعاب دي. بالذات الناس اللي هي بتكون معاها موبايلات موديلاتها قديمه، او موبايلات بقالها فتره طويله ما غيرتش الموبايلات بتاعتها. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. بالنسبة لعيوب التطبيق، التطبيق بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية. بس كده يعتبر ابسط شرح بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تكتب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو وحمل التطبيق ولها في حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات. واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان بعض الناس اللي بتخش تجيب الفيديوهات الموجوده على القناه وتلاقي فيها حاجات مختلفه تقول لك انتوا ليه شايلين كل الحاجات الايجابيه او ليه مش شايلين كل الحاجات السلبيه. ده ببساطه لان وقت شرح التطبيق ونزول الفيديو ما كانتش الحاجات دي موجوده. اما لو انت شاهدت الفيديو بعد نزوله بيوم، بيومين، باسبوع، بشهر، تلاقي كل الحاجات اللي انا قايل عن التطبيق هي اللي موجوده في التطبيق بالظبط. عشان اللي احنا بنشرحها دي تطبيقات بينزل لها تحديثات مستمريه. ممكن ينزل للتطبيق تحديث كل يومين، كل اسبوع، كل شهر، يغير من معالمه كلها. اما لو انت دخلت على القناه ولقيت فيديوهات موجوده بقالها فتره طويله وخايف تحمل التطبيق لا يكون فيه حاجات مختلفه، ممكن تكتب لي في تعليقات الفيديو او تراسلني على الفيس وتقول، او على ماسنجر على الاكونت باسم راجع برامج، وتقول لي اشرح لي التطبيق ده تاني وانا انزل لك فيديو جديد للتطبيق شرحه وكل حاجه عنه. وشكرا، سلام عليكم.